رمضان سكره زيادة. كتير من الناس اللي بتبقى واخدة بالها من صحتها، وخصوصا الناس اللي عندهم من القلب أو بيشتكوا من مرض القلب أو الضغط، بيقللوا الدهون إنما ما بياخدوش بالهم من السكريات اللي بياخدوها، مع إن ساعات السكريات في الواقع هي أخطر من الدهون. السكريات بتزود الدهون الثلاثية، السكريات بتزود مقاومة الأنسولين، بتزود الوزن، الدهون اللي في بطننا، وده كله بيبقى إجهاد على القلب، وده كله بيؤدي إلى مضاعفات أخطر من الدهون لو ما خدناش بالنا من السكر اللي إحنا بناخده في أكلنا. برضه من عيوب السكر إنه بيعمل التهاب في جدار الشرايين، وده بيزود تصلب الشرايين. خد بالك السكر الأبيض ده مش حاجة حلوة ولا حاجة مسكرة، السكر الأبيض ده سم مخفي في لون جميل. كلنا لازم ناكل سكر، إنما كميته إيه وجايبه منين؟ سكر الفاكهة لما أكل الفاكهة على بعضها حاجة كويسة جدا، إنما عصير الفاكهة لا، مش مفيد. برضه لما اكل كميه كبيره من السكر والحلويات في يوم واحد حاجه مش حلوه خالص، انما بهدوء اقدر اوزعها على ايام كتيره وما احرمش نفسي من اي حاجه. ما تنساش القلب ما بيشتكيش لما تاكل سكر، انما بيفتح حساب ويحاسبك بعدين. رمضان جوه القلب بنحبه زي ما هو، بس بنحاول نعيشه صح على قلوبنا.